السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نقول أفكار لذيذة تريح المصريين من القايمة والمشاكل والجري في المحاكم ومحكمة الأسرة. احنا هنوقف حال الناس دي كلها، مش هنشغلهم، واللي يزعل يزعل. هنعمل ايه؟ الشاب اللي هيجي يتقدم هيعرض الفكرة، ده مع إمكانياته. أنا هأدي للعروسة مهر وأجيب لها شبكة. مهر بقى انت وإمكانياتك 5 10 20 40، كل واحد ومقدرته، كل واحد وتقديره للعروسة. لو خدتي 5000 انتي الكسبانة. هيجروا في السوق مشروع، حطيهم في البنك، زودي عليهم قرشين، بيعي دهبك واعمليهم وديعة. هتتصرفي لو شاطرة. أما القايمة قيمتها هتقل مع الوقت، الفلوس ثابتة فبتقل. أما دي جارية بتزيد. بالنسبة بقى للعريس، تعالى خد عفش المطلقات المستعمل. الإبرة والصاروخ تجيبها كله، حتى الكاسات وحتى الحلل، بس من كل حاجة طقمين. هنلغي الأركوبال وهنلغي الحلل وهنلغي الكاسات وهنلغي وجع القلب اللي ضيع الجواز وخلى فيهوش بركة، لأن ده مش الإسلام. وانت هات من كل حاجة طقمين، هما ليهم الشكل والذوق، ملهمش دعوة بالسعر. كل شقتك هتتجهز ب20,000 جنيه. عفش المطلقات تحفة 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 والله. معلش بقى يا أصحاب العفش الجديد، حالكوا هيقف. أنا والله العظيم خايفة عليكم وبقول لكم أفكار من ذهب. اللهم إني بلغت. اللهم اشهد.